هو احنا ليه بنتمسك بالناس اللي بتأذينا؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها. فكرت قبل كده ان انت فعلا لقيت نفسك متمسك بشخص بيأذيك رغم انك انت عارف وكلنا عارفين ان هو بيأذيك وحذرناك منه 100 مرة او حذرناك منه 100 مرة؟ طب ليه قلبنا مش بيقتنع بعد ما العقل صرخ 1000 مرة وقال لك كفاية كفاية ارحم امي، بلاش ده توكسيك وبيأذيك، برضه مش بيقتنع والقلب قائد اهوج، هتمشي وراه يوديك في 60 داهية. بص، هو الموضوع ده مش ضعف وبرضه مش حب حقيقي زي ما كتير من الناس مفكرين. الحقيقة اعمق من كده، مرتبطة بحاجة اسمها الادمان العاطفي او الايموشنال ادكشن. العقل البشري بيتبرمج بطريقه غريبه جدا، يعني كل مره الشخص ده بيهملك او يبعد عنك جسمك، وانا بقول جسمك، بيعيش حاله نقص من الدوبامين، وده الهرمون المسؤول عن المتعه. ولما الشخص ده بيرجع تاني حتى لو رجع بلقطه صغيره او كلمه بسيطه او حاجه صغيره جدا، بتلاقي الدوبامين يرتفع فجاه، وهنا بيخليك تحس ان انت ارتحت وانك لسه محتاج الشخص ده بالرغم من كل حاجه عملها قبل كده فيك، فجاه بتنساها وتحس ان انت محتاج له. مش مشكله، هيتعدل. بتحاول تخلق اعذار ليه من غير ما هو ما يعتذر اصلا، بمجرد رجوعه بس. اللي حصل هنا فعليا هو مجرد انسحاب من اعراض الادمان العاطفي، مش راحه عاديه خالص. الدماغ بيتعامل مع العلاقات اللي زي كده زي ما بيتعامل مع المخدرات بالظبط. تبدا الجرعه بكلمه صغيره، لمسه، شويه اهتمام، حب، مشاعر، وبعدين مع الوقت هتلاقي مخك بيطلب جرعات اعلى من نفس الشخص ده. بس لما الشخص ده يبدا يبعد، المخ تلقائيا